السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مثل ما نوهنا ضيفي لهذه الحلقة من شعراء النبط، من شعراء العراق وبالتحديد من ذي قار، شاعر مبدع. رحبوا معي بالشاعر المبدع فلاح البدري. الله بالخير استاذ فلاح. الله بالخير والعافية. شلونك؟ سمير حياك. امورك؟ ارجو انه ما تعبناك اليوم واخرناك. والله استاذ سمير، انت من تقول تعبناك او اخرناك، هذا انا اعتبر عبء اخر علي، لان انتم ما استطيع ان اشكر استقبالكم لي بالمطار شلون كان. نعم. والتكلفة على زملائك المصورين اللي هم الجنود المجهولين خلف الكواليس. هاي اسرة قوافي ديدنها هو خدمة الشعر في اي مكان. حقيقة لكم فضل علي لن أنساه، يعني كدعم إعلامي، يعني من المطار إلى أن وصلت إلى القناة الآن وأنا على قناة العراقية، لن أنساه. برنامج قوافي. أنت أستاذ سمير شاعر غني عن التعريف، ومو أنا اللي أقدمك وأعرفك عن الناس الله أو يخليك. أتكلم عن أفضالك للشباب الناشئين بالشعر فعلا يعني. الله يسلمك، بالعكس أنت الآن شلون نقول كحلت عيون الشعر الشعبي العراقي وخصوصا الشعر النبطي في مشاركتك بهكذا مهرجان وبرنامج خطر جدا. ماكو مجال المجاملات. اللجنة يعني بشهود كل المتابعين والذواقين هي لجنة نزيهة جدا. تحياتي لهم جميعا، لأنهم الحقيقة يميلون مع النص ومع المفردة ومع الإبداع. تحياتنا لهم، وإن شاء الله نشوف شاعر المليون هو الشاعر فلاح البدري. فلاح أستاذ، نقدر نسمع أول قصيدة كانت لك بالبرنامج، وبعدين نتحدث عن معطيات البرنامج شلون بدأ، بداياتك به، بس قبل أن ناخذ أولى قصائدك اللي اشتركت. حاضر. نسمع. يالله بل الريق وارطب لهاتي، واطلق لسان ما هذر بنمامه، لفظ الجلالة حد غاية غناتي، ماني بمن يغنيه لفظ الفخامة. وبشروني عقب طول السكات عسب شاير خير بول غمامة. اما قصر تجويز ما هو بآتي، ولا على الايجاز وجزى علامة. الصدمة اللي سببت لي شتاتي صديتها في قول برد وسلامة. جتني على غفلة خشوع بصلاتي الصبح بين الفاتحة والإقامة. طراف ليل يسابق فجر شاتي، حزت حليب عشار سروة جهامة في ساعة، وابليس مدبري حاتي، ماني محبل ابليس هاكا الملامة. لا صار ما صريت صدمة حياتي، وكاد حرصي مثل حرصة النعامة. لا هي بكل صدمة تفتت حصاتي، ولا هو بكل مصدوم يثبت قوامه. احرص على كتمانها حرص ذاتي، ما بوح به اللي يلف العمامة. قل القلوب المترفات اللواتي، يحده الا البوح كاس المدامة. هالسر ما صان سوى قلب عاتي، ينبض على ايعاز عقل ابهامه. سوات قلبي خابره من صباتي، لا شاف حوم الموت عده حمامه. قلب بدوي متمسكن في وصاتي، له حرمة تفرض علي احترامه. اذكر نخيت نوبة من وزاتي، واذكر جزالة رد بول كلامه. قلت انتهيت وفي بطينك براتي، قال اكتفيت ولا الكل الكرامة. ظفرت سرك في جدايل بناتي، لبسا عليه حجاب سترة الحشامة. لا يذكر ولا عاد في ذكرياتي، من يوم ودعته اليوم القيامة. أقول يلي قلوبكم مترفاتي، بوحوا بهن وركوا عليه الندامة. سلامتكم. صح لسانك. صح بدنك استاذ سمير. سنت يا رائع. بس ليش التسليم للموت مثل الحمامة؟ خوفا من لا أنا أقول السر ما صان سوى قلب عاتي. نعم. ينبض على، لأن السر ما يصونك القلب فعلا. احنا عندنا بعض لا، الأمثال. التسليم للموت شلون لو حوم الموت؟ شوف أقول السر ما صان سوى قلب عاتي، ينبض على إيعاز عقل إبهام. أسوات قلبي خابرة من صباتي، لا شاف حوم الموت. نعم. لو شاف حوم الموت عدى حمامة، يعني ما يجي موت، ما يجي خوف. نعم. لو شاف حوم الموت عدى حمامة. قلب بدوي متمسكن في وصاتي، له حرمة تفرض علي. جميل جدا. يعني هنا العاد هي شلون وصلت، لأنه جمالية بالصورة كبيرة جدا. يعني إذا شفت حوم الموت يعد حمامة. ايه وحسب هنا احنا يعني. ممكن ياخذها المتلقي، ياخذها عدة
لان غالبا القلب الخائف ما يكمي سر. نعم. هنا بس مفردة العدة مرات تجي يعديها يتركها. لا عدة يعني من العدد. من العدد. عدة حمام، العدة من الحمام وليس صقر. جميل جدا. فلاح جميل. هاي القصيدة الأولى اللي اشتركت بها. أول مشاركة طبعا. زين اكو ذكرت مفردة الحليب، حجة حليب عشار ثروة جهارة. الحليب عشار شنو اختلاف عنه؟ هذا حليب العشار، عشار البل طبعا. نعم. اللي أول ما ياخذون من عندها ولدها يكون حليبها شنو؟ شحيح طبعا، ما فيها حليب. لكن إذا أراد راعي البل أن يحلبها، إذا أراد أن يحلبها نعم. ما تحلب إلا عندنا في مثل يقول غطاليش ليل حلبة عشرة، يعني بين فترة الأذان والصلاة. نعم. يعني هي راح تهيض قبل لا تهيض البل. الله. تقوم، فإذا ما يلحق عليها قبل لا يخلص الفجر نعم. ما راح يمسكها الصبح. عايش هاي المفردات استاذ فلاح؟ أكيد عايشها إن شاء الله. ولذلك مترسخة في ذاكرتك وفي حتى في عطائك. لو لم أكون عايشها ما خضت فيها أصلا أستاذ نعم. سمير. جميلة جدا. هي المفردات الشاعر من بيئته يأخذ من البيئة، سواء كان شاعر نبطي أو شاعر شعبي. هاي أولى القصائد اللي اشتركت بها. هذه أولى القصائد اللي اشترك فيها. هي اللي خلتك ضمن دائرة الضوء في برنامج شعر المليون. طبعا شاعر المليون. نعم. كبرنامج برنامج أنا أعتبره المنبر الأكبر الآن للشعر الشعبي والنبطي. نعم. لأن تخرجت من عنده فطاحلة شعر نبطي معروفين على مستوى الوطن العربي كله طبعا. نعم. ولحد الآن لا زالت مسيرته سليمة، ولحد الآن هذا الموسم السادس ولا زالت اللجنة على نقاوتها، ولا زالت تختار أروع الشعراء. نعم. احنا وجهنا لهم تحية، وجهنا تحية على نزاهتهم وعلى صبرهم. الدكتور غسان الحسن أبو نزار. نعم. والأستاذ سلطان العميمي أبو علي، والأستاذ حمد السعيد، والأستاذ أبو يوسف بدر صفوق، وأبو مشاري المريخي. تحياتنا لهم جميعا. تحياتي لهم جميعا. هاي كانت قصيدتك الأولى أنت كاتبها في العراق واشتركت بها. وهم هؤلاء الخمسة. نعم. في طاولة التحكيم فعلا صنعوا من فلاح نجم كنجم في الشعر النبطي. نعم. هو البرنامج بحد ذاته مو فقط اللجنة، حتى من ناحية يعني من حيث برنامج شعر المليون، إدارة والإخراج والتصوير وكل كفكرة وكصرح يعني برنامج خرافي وفريد من نوعه. نعم. فعلا. لأن شوف برنامج شعر المليون كل موسم يقوم على 4 جولات. نعم. الجولات هو تعرف منك هاي الجولات مثل ما تقول مثل شلون تصفيات كأس العالم. نعم. تصفيات كأس هو التسقيط الفردي. فكانت جولات الموسم هذا أول جولة بالأردن. طبعا هذه نبذة اللي عرفتها أنا عن البرنامج لكوني مشارك. نعم. أول جولة بالأردن، وثاني جولة بالبحرين والكويت، وبعدين أبو ظبي. اختيار المتسابقين. اللجنة طبعا تتحمل العناء والسفر وهذا، وتروح الكل. أنت هذه ال4 جولات هذه شنو؟ تبسيط الوضع على الشاعر. ربما شاعر من اليمن لا يستطيع الحضور إلى الأردن، أو من العراق لا يستطيع الحضور. شلون كانت مشاركتك أنت وين؟ فأنا كانت مشاركتي بأبو ظبي، وكانت تقبل الدعوات طبعا على النت. وفجأة وأنا على النت ومعاي واحد ابن عمي اسمه فهد صباح. تحياتي له. لأن نعم. هو كان سبب الرئيسي يعني لدخولي بهذا المسابقة. كان يحثني، قلت يا أخوي احنا نشارك، قال شارك. نعم. قلت خير أرسلنا على الموقع سبحان الله حق البرنامج، تقبلوا الدعوة بدقائق. نعم. اجتك الدعوة سافرت. الدعوة أرسل نص لا يزود عن 10 أبيات أو 15، وأرسل صورة جوازك وكذا كذا. اشتركنا رسميا عن طريق النت. وجتك الدعوة. فجأة أنت طبعا أول ما أجتني دعوة أنا ذهبت إلى أبو ظبي. نعم. وشاركت بأبو ظبي. كان تحسيبي بمشاركتي بأبو ظبي أن إذا خلصت ال3 جولات راح ترجع اللجنة إلى أبو ظبي، ومن بعد الجولة هذه راح تخوضون في جولة 100 وبعدها جولة 8. فقلت أنا أضرب عصفورين بحجر واحد. نعم. أروح إلى جولة 100 شنو؟ 100 مستشار؟
أول استقبال الشعراء على مستوى 4 جولات، نعم، على مستوى 4 دول ومراحل. الاستقبال كان بأعداد هائلة، وما كانوا يمنعون أحد سواء كان رجل أم امرأة، نعم، شاعر شاعرة، ما كان يمنع من المشاركة. تعرض نصوصهم تأتي بنصين، نعم. ينعرض لنا نصين على اللجنة. زين، ممكن تقسم للجنة نعم يعني الأسماء اللي ذكرتها، نعم. شلون كان يعني من على الصورة الشعرية، على وحدة الموضوع، على قوة القصيدة، الحضور؟ كانت اللجنة ما تتعامل مع سمير صبيح كاسم، كسمير صبيح، نعم. تتعامل مع نص. إذا صح النص يثبت شاعرية الشاعر. أنا أقصد المسميات اللي ذكرتها. يعني أما إذا كان سمير صبيح يعني من معروف يعني له باع في الشعر ومعروف على مستوى اللجنة، لا يقللون من درجته ومكانته، وهذه بالعكس يزيدونها. لكن الموسم هذا كانوا أكثر المشتركين شعراء، يعني شعراء نجوم شباب، يعني برزت يعني أسماء تمثل فعلا، تمثل هذا الموسم صحيح. هو هذا البرنامج، وهكذا حفاوة وهكذا إخراج وتعب وجهود مضنية. يجب على المشترك أن يكون قد المسؤولية في العطاء، في النص، في وحدة الموضوع، في كتابة الصورة الشعرية داخل النص. أنا قصدي من سؤالي، أريد تجاوبني بعد أن أسمع قصيدة. يعني اللجنة كيف مقسمة؟ كيف تقسيم اللجنة؟ يعني من على الصورة الشعرية، من على الوزن، من هكذا بالأسماء إذا تعرفهم حضرتك. طبعا لكن يعني أنت قبل أن تجاوبنا، آسف المقاطعة. نعم. احنا الفاصل ما نقدر يقطعنا، ناخذ فاصل ونرجع لك مشاهدينا الكرام. فاصل قصير وراجع لكم، ابقوا يعني. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وعودة